في السوشيال ميديا في ناس بتطلع تقدم محتوى وتمشي، وفي ناس وجودها لوحده كفاية يخلق جدل. ضيفتنا النهاردة اسم لما يتقال الآراء بتتقسم فورا. ناس شافتها بلوجر بتقدم محتوى أكل بسيط وقريب من الناس، وناس تانية شافتها صوت ناقد ما بيخافش يقول رأيه. لكن ما بين ده وده حصلت أزمة كبيرة قلبت كل الموازين. أزمة خلت اسمها يتقال في كل مكان، وخلت حياتها تاخد طريق مختلف تماما. النهاردة الحلقة مش عن وصفة أكل ولا عن بوست على السوشيال ميديا، النهاردة عن قصة كاملة فيها نجاح وفيها جدل. خلونا نسمع الحكاية من صاحبتها بدون مجاملات وبدون فلتر. معانا ومعاكم البلوجر نجلاء. ايه سبب خلافك مع أستاذ أكرم سلام بعد ما انت كنتي منضمة ليهم وكنتي بتعتبريه في مقام والدك، والناس كلها كانت في المجموعة بتحب نجلاء؟ كان ايه سبب الاختلاف؟ سبب الاختلاف، أنا ربنا يعلم الشخص ده كان عندي عامل إزاي، و... وكنت بحارب إزاي علشان بس أنا عندي من جوايا إحساس جامد جدا بيقول إن في حق، إن في وقفة، خصوصا بعد التجارب اللي أنا مريتها على اليوتيوب من بعض الأشخاص. اتحاربت محاربة جامدة جدا، ولكن هختصر لك سبب الخلاف. هما الناس اللي ما بتحبكش، يعني واحدة مثلا زي ليلى، تمام؟ دي هي كانت سبب الشعلة وسبب الخلاف كله، لاني كانت بتوصل حاجات ما بتحصلش.